الصورة الفوتوغرافية هي دليل على العصر نفسه، وبتقدر تنقل لنا لقطات ومناظر ربما ما حدش يتكلم عليها. لكن قبل ما تبقى في صورة فوتوغرافية كان في صورة مرسومة. محمد علي باشا كان حريص ان يجيب حد يرسم له صورة وهو قاعد في منتهى العظمة، وازاي تدي احساس ان الصورة دي اللي يشوفها يقول ان ده حاكم قوي بشكل غير طبيعي. هنشوف في الصورة دي حاجة غريبة جدا، ان هو معاه سيف، معهوش لا بندقية ولا مسدس ولا حاجة. وده السيف ده هو الدليل على العصر بتاعه. ما زالت الناس كانت حتى في في الحروب بتستخدم السيوف احيانا في مشيه، في مروحه، في مجيه بيستخدم السيف. لكن جنب السيف بتاع محمد علي كان في حاجة غريبة جدا، كان في نظارة. واحنا اول مرة نعرف ان محمد علي كان نظره ضعيف. طيب هو يا ترى كان بيتعالج ازاي؟ هل قلوب بيه الطبيب بتاعه هو اللي كان بيكشف عليه وكان بيديله النضارة نظر؟ لكن غريبة جدا ان النضارة دي هي بنشوف فيها حاجة غريبة جدا، ان هي تبدو وكأنها نضارة حديثة. يعني احنا محتاجين نعرف تاريخ النظارات في مصر، وهل هو النضارة دي كانت في مصر بتتصنع ولا هو جابها من دولة أوروبية؟ في الحقيقة محمد علي والنضارة ونظره ضعيف ده موضوع كبير جدا يستحق ان احنا ندرسه ونعمل عنه افلام تانية كتير. كان معكم المؤرخ احمد كمالي، والى اللقاء في حكاية صورة اخرى. شكرا.